She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town that digs on me. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no مصلحة النادي الإسماعيلي. مصلحة النادي ايه هي بالظبط؟ تعالوا نقول لكم. من وجهة نظري التي لا قيمة لها مطلقا، لو انت وكيل لعيبه هيبقى مصلحة النادي بالنسبة لك ان انت تقنع النادي الاسماعيلي ان هو يشتري اللعيب بتاعك اللي انت مفهمه ان هو ميسي، وفي الاخر بيطلع محمد سمنة او سامح العيدروس بأي طريقة، سواء كانت الطريقة دي نظيفة او ريحتها وحشة. دي حاجة بنت كلب قوي. ولو انا عضو في مجلس الإدارة هيبقى بالنسبة لي مصلحة النادي هي عكس اي حاجة بيقولها اي عضو تاني في مجلس الإدارة، لان انا عبقري ومنزلش مني الا اتنين، واحد مصري والتاني ماليزي، وذكائي دايما بيبقى من الاخر محدود وعدى كل الحدود. ولو انا رئيس النادي ففي الحاله دي الموضوع هيتقسم لنصين. لو انا راجل بحب الخير للنادي فانا هيبقى كل همي ان انا اجيب للنادي ده بطوله، حتى لو كانت البطوله دي كاس الاتحاد العربي. بس انا لو منهم هيبقى مصلحه النادي بتتلخص في مصلحتي انا الشخصيه. نفس الكلام على فكره بينطبق على المواقع. بالنسبه للمواقع مصلحه النادي بتتلخص ليهم ان انا اجيب اخبار من النادي وخلاص. نوعيه المواقع دي بتنزل خبر لاي لعيب حتى لو غير البوكسر بتاعه. المواقع دي بشوفها بالشكل ده. ناكل كلام ونشرب كلام وندخل الحمام نخرج كلام. يعني مثلا انا النهارده هطلع اقول ان في لعيب وقع للنادي الاسماعيلي ومضى لمده 5 سنين، بالرغم ان اللعيب لسه ما دخلش حتى الاسماعيليه. بعد يومين 3 لما الدنيا تتكشف واللعيب يتضح ان هو لسه ما جاش حتى الاسماعيليه، هقول ان اللعيب ده عمره ما وقع للاسماعيلي، اللعيب ده رايح للزمالك او رايح للاهلي، وهرمي الغلط على اي موقع تاني. ايه يا ولاد كل ده على فكره ما فيهوش اي مشاكل معايا خالص. المشكله لما ذكائي الخارق اللي يفكر في كل الافكار دي ما يفكرش ان هو يمسح الخبر اللي انا قلت فيه ان اللعيب ده وقع الاسماعيلي لمده 5 سنين. على مدار 5 سنين فاتت مصلحه النادي كانت عامله زي عجينه البيتزا، اي حد ياخدها ويشكلها على حسب مزاجه. يا جمال ويا جمال ويا جمال ويا جمال. يعني ساعه ما بعنا فريق كامل كان بيهز مصر وكان بيخلي جمهور الاهلي عامل كده، عيالي يابا يا لواتي. كانت مصلحه النادي بتتلخص في ان احنا نسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يشمت فينا ويسرق لعيبتنا. نفس الموضوع اتكرر مع اجيال كتيره هزت مصر ونفست على بطولات وكانت نهايتها يا اما اتسرقت يا اما اتخطفت يا اما اتباعت يا اما بكل بساطه فرطنا فيها. يا ناس هموت يا ناس. خلاصه الكلام انه على مدار اكتر من 10 سنين مصلحه النادي عمرها ما كانت موجوده، واللي نسيوا مصلحه النادي كانت بتتلخص في ايه؟ احب اقول لكم مصلحه النادي هي ايه بالظبط. مصلحه النادي يا كباتن بتتمثل في ضحكه على وش طفل ابوه واخده وجاي يعلمه يعني ايه الاسماعيلي في الاستاد. مصلحه نادي الاسماعيلي هي مصلحه الاسماعيليه، لاني مع اعتذار لنادي القناه الاسماعيليه بتتلخص في الاسماعيلي. عايز تعرف احوال الناس عامله ايه في الاسماعيليه؟ اتفرج على ماتش الاسماعيلي. عايز تعرف الاسماعيليه فرحانه ولا زعلانه؟ اعرف الاسماعيلي عمل ايه في ماتش النهارده. عايز تشوف فعلا الاسماعيلاويه الحقيقيين؟ انزل الاستاد، شوف الناس اللي شعرها شاب وهي بتتفرج على النادي ده. عايز تعرف مين اكتر ناس بتفهم في الكوره في مصر؟ اقعد على قهوه في الاسماعيليه مع الناس اللي عمرها ضاع في تشجيع النادي الاسماعيلي، في تشجيع الفانيلا الصفراء. عايز تعيش معنا كلمه انتماء؟ اهلا بيكم في اسماعيليه. وايه جمال الاسماعيليه دي يا جماعه؟ ايه البلد الحلوه دي؟ ايه الحلاوه؟ ايه مصر الجميله دي؟ ايه البيوت الحلوه دي؟ ايه الفاكهه اللي ريحتها زي الشهد دي؟ ايه الشعب الحلو ده؟ ايه الارض الزراعيه الجميله دي؟ اتاري انت جميله وحلوه يا مصر واحنا قاعدين نبص على شارع جامعه الدول العربيه. وهو كابتن التيم النهارده. يا سلام يا عمر، خليصه حلوه. في لعب كورة أو في خروجة لسه بتبدأ، تدخل السيما وفتيتو قهوة بكريمة بسكادو بشوكة وسكينة عند فرغلي فخفخينة. حلاوتها في بساطتها لما تلاقي الناس عايشة ومبسوطة وراضية بعيشتها، سواء كنت ماشي على الكورنيش بتاكل ترمس أو على القهوة قاعد بعد لقمة بشاي بتحبس. هي أجمل لحظة غروب في المعدية، هي دوشة في الاستاد إسماعيلية جمهورية. ببعت ليكوا التحية تسمع راب بالسمسمية. أهلا بيكوا أهلا بيكوا في إسماعيلية بالسمسمية. أهلا بيكوا في إسماعيلية مركب في المية. أهلا بيكوا في إسماعيلية هي الحياة. أهلا بيكوا في إسماعيلية. أهلا بيكوا أهلا بيكوا في إسماعيلية دفا الكورنيش. أهلا بيكوا في إسماعيلية هي الدراويش. أهلا بيكوا في إسماعيلية عمري هنا. أهلا بيكوا في إسماعيلية. أهلا بيكوا أهلا بيكوا في إسماعيلية.